أجمل 10 صحاري في العالم. الصحاري عبارة عن مناظر طبيعية غامضة تغطي ما يقرب من ثلث سطح الأرض نقطة، ومع ذلك فإن العديد من المسافرين لم يزروا أي واحدة منها أو حتى يفهموا الكثير عنها. ترتبط الصحراء في أذهان الكثير من الناس بالحر والرمال والجفاف، لكن هناك العديد من الصحاري حول العالم تتمتع بمناظر طبيعية ساحرة جعلتها من أجمل الأماكن على وجه الأرض. الصحراء الكبرى شمال أفريقيا. هذه الصحراء من أشهر الصحاري على الإطلاق وثالث أكبر صحراء على وجه الأرض، وهي أكثر صحاري الأرض سخونة. ولكن ما هي أكبر صحراء في العالم؟ في الواقع إن أكبر صحراء في العالم هي القارة القطبية الجنوبية، ويأتي القطب الشمالي في المركز الثاني. تختلف مناظر الصحراء الطبيعية بشكل كبير من قسم إلى آخر. تشكلت الكثبان الرملية هنا بفعل الرياح والأمطار العاتية لتكوين الوديان والشقوق والواحات. تمتد الصحراء على 8.6 مليون كيلومتر مربع من الأراضي في شمال إفريقيا، وتغطي معظم موريتانيا والصحراء الغربية والجزائر وليبيا ومصر والسودان وتشاد والنيجر ومالي. صحراء ناميب في ناميبيا. تعتبر صحراء ناميب من أقدم صحاري العالم، حيث يعود تاريخها إلى ما بين 45 و80 مليون سنة مضت. تقع على طول الساحل الجنوبي لأفريقيا بلدان ناميبيا وأنغولا وجنوب أفريقيا. على الرغم من أنها صحراء، إلا أن الأرض مأهولة بمجموعة رائعة من النباتات والحيوانات التي لا تعيش في أي مكان آخر على وجه الأرض، بما في ذلك الأفيال الصحراوية التي يمكن أن تمر أياما بدون ماء. عند زيارتك لهذه الصحراء، يمكنك غالبا العثور على عظام الحيتان والفقمة التي انجرفت على الشاطئ، بالإضافة إلى بقايا حطام السفن من رحلات المحيط الأطلسي. صحراء موهافي نيفادا. الولايات المتحدة الأمريكية تحتوي هذه الصحراء على حديقة جوشوا تراي الوطنية ومنتزه وادي الموت الوطني، المكان الأكثر سخونة وجفافا وأدنى مكان في أمريكا الشمالية. يقع وادي الموت على ارتفاع 282 قدما تحت مستوى سطح البحر. بالنسبة للمسافرين، فهذه وجهة سفر يمكن الوصول إليها والشعور بأنها خيالية وخارجة تماما عن هذا العالم. تقع في جنوب شرق كاليفورنيا وتغطي أجزاء من نيفادا وأريزونا ويوتا أيضا، مع قربها من لاس فيغاس. صحراء موهافي التي تعتبر أصغر صحراء في أمريكا الشمالية هي واحدة من أشهر وجهات السفر في الولايات المتحدة. صحراء تبيريناس في إسبانيا. في الواقع صحراء تبيريناس هي الصحراء الوحيدة في القارة الأوروبية، وهي شبه صحراوية جافة وعرة وبرية بشكل مدهش. تتلقى هذه المنطقة أقل من 10 بوصات من الأمطار كل عام، وتتراوح درجات الحرارة فيها من 5 إلى 48 درجة مئوية. هذه الصحراء التي تمتد على نحو 280 كيلومترا مربعا تعرف كمحمية برية طبيعية. علاوة على ذلك فهي تستخدم كمواقع لإنتاج العديد من الأفلام وأفلام الغرب المتوحش، وذلك بسبب التشابه بين صحراء تبيريناس وبين الصحاري في أمريكا الشمالية في أقصى الغرب الأمريكي. صحراء أتاكاما في تشيلي. تعرف صحراء أتاكاما بأنها أكثر الأماكن جفافا على وجه الأرض، لأنها تتلقى حوالي 0.0004 بوصة فقط من الأمطار كل عام. تمتد الصحراء لأكثر من 41 ألف ميل، وتقع على ارتفاع أكثر من 8000 قدم فوق مستوى سطح البحر. هذا مكان ممتاز لمشاهدة الأبراج وتجربة يدك في تصوير بعض النجوم بسبب السماء الصافية ونقص التلوث الضوئي. علاوة على ذلك توجد تشكيلات ثلجية وجليدية غريبة الشكل في المناطق المرتفعة من هذه الصحراء، وتظهر للزوار على أنها غابة جليدية في وسط برية قاحلة مع القليل من النباتات القادرة على البقاء في هذا المكان. سالار دي أويوني. بوليفيا هي أكبر صحراء ملحية في العالم ومكان غامض ومدهش حقا للزيارة. منذ عشرات الآلاف من السنين كانت هذه المنطقة جزءا من بحيرة ما قبل التاريخ، ومع ذلك جفت هذه البحيرات وتركت وراءها بحيرتين صغيرتين جديدتين، وهذه المسطحات الملحية الواسعة يمكن العثور على ما يقدر بنحو 10 مليارات طن من الملح في هذه الصحراء، مما يعكس الشمس لخلق مرآة كبيرة مذهلة.
الصحراء العربية في شبهنا الجزيرة العربية في الواقع تحتل هذه الصحراء شبهنا الجزيرة العربية بأكملها تقريبا، وهي ثاني أكبر صحراء في العالم. تنتشر هذه الصحراء الرائعة على مساحة شاسعة تبلغ 90,000 ميل مربع. يقع الجزء الأكبر من هذه الصحراء في المملكة العربية السعودية، وتمتد إلى سلطنة عمان واليمن والإمارات العربية المتحدة. يتميز مناخ الصحراء العربية بالأيام الحارة والليالي المتجمدة. في الصيف يمكن أن تصل درجة الحرارة إلى 55 درجة مئوية. يشغل الربع الخالي الجزء الأكبر من الصحراء العربية أكبر مساحة متواصلة من الرمال في العالم. يغطي هذا الجزء مساحة 250,000 ميل مربع. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الصحراء العربية على العديد من السلاسل الجبلية، وأعلاها جبل النبي شعيب في اليمن، والذي يبلغ ارتفاعه 3666 متراً. تعد الصحراء العربية مصدراً كبيراً للموارد الطبيعية بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط والفوسفات والكبريت. الصحراء البيضاء في مصر. تقع هذه الصحراء التي تمثل عرض خلاب لما يمكن أن تفعله الطبيعة شمال الفرفر، وهي حديقة وايت ديزر الوطنية. تعرض المنطقة رملاً بدرجات متفاوتة من الأبيض اللامع إلى الأبيض الكريمي، جنباً إلى جنب مع التكوينات الصخرية الطباشيرية، بعضها يشبه عيش الغراب الكبير الذي نحتته الرياح على مر السنين عند استكشاف هذه الأرض. هناك طرق محددة يجب على المرء أن يسلكها لأن المنطقة محمية، وهي محقة في ذلك.